حاجه غناخدو هذيك الزبده غنخدموها مزيان مع السكر. تلاحظوا غنضيف هذاك الكاس اللي معامش ديال زيت الزيتون، ديك القشره ديال الليمونه واحد 2 معالق كبار، بعد ما خدمته مزيان تلاحظوا دابا غنضيف هذاك عصير ديال الليمون مع داك شويه الماء اللي قلت لكم. غنخدمو مزيان صافي وغنبدا نضيف الدقيق. دقيق المهم العجينه ما تكونش قاصحه، تكون مطلوقه شويه. هاد الكميه اللي عطيتكم البنات راه تتخرج تبارك الله. هاد البسكويت يخرج بزاف، تقدري ديري منه حتى 4 الاشكال ولا 5. هذه هي الكميه اللي بغيت ديال خماره ديال الحلوى، 5 غرام كيف قلنا. صافي البنات هذا هو القوام ديالو كيجي بهذا الشكل. دابا انا غناخذ منه واحد الطرف نديرو هنايا. غناخذ كاكاو، ندير واحد 2 معالق هكا، وغنزيد معاه واحد شويه ديال الزيت. فوالا حتى هو غنبقى ندخل فيه بشويه. تلاحظوا راه تيكون تيطاير هذا الكاكاو. هذا الكاكاو البنات بدون سكر، حار. البنات انا جاني قليل الكاكاو، ما عطانيش داك اللون اللي بغيت، عقب دزت هنايا واحد 2 معالق اخرين. فوالا البنات هذه الاولى وهذه الثانيه. دابا غنبداو غنجيب واحد المدلك وغنبداو نورقو. المهم نسرحوا البسكوي، نحاولوا ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق. صافي القطعه البنات اللي عجبكم الديكور قطعوا به. انا متوفر عندي دابا هذا، غندير هذا. فوالا صافي ندير في واحد لاطه ديال الفران. انا نكمل دابا الكميه ومن بعد نتلاقاو. هذه ان شاء الله غندير ليها انا هاد الديكوراسيون هذه.
وملي تكونوا تسرحوا في العجينه البنات راه مؤكد غتعاونوا بالدقيق. فوالا ملي كملتهم درت 2 لاطات، وحده بهذا الشكل وحده بهذا الشكل. وداكشي اللي بقى عليا البنات درت العجين الاول اللي سامبل من التحت وديال الكاكاو من الفوق. ملي خرجتهم في الفران المهم راه زلقات ليا اللاطه كاع تهرست ليا. وهذا الاخر. وهذوك البنات اللي شاط لي الكميه اللي درت من الابيض والكميه السامبل والكميه اللي بالشوكولا، في الاخر ملي خلطتهم صافي درت بهم هذا الشكل هذا. قطعتهم بالكاس، ما عنديش شي قطعه اخرى. وهذه هي النتيجه النهائيه البنات. هادو ديكوريتهم بالكوك، كتعرفوا انا من عشاق الكوك. هادو درت فيهم عير السكر الثقيل وصافي البنات. المهم هاد البسكوي خفيف ظريف، راه يقدروا يوجدوه حتى وليداتكم مثلا الصغار. يلا انا نختم الفيديو ديالي ونقول لكم نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. باي باي.